تعمل ايه عشان تشتغل بشهادتك في اوروبا؟ طيب، مبدئيا انت محتاج تتعب سنتين او اقل حاجة بسيطة او اكتر حاجة بسيطة عشان تعادل شهادتك وتكون تصلح انك تشتغل بيها في اوروبا. طب الكلام ده بتعمله امتى؟ بعد ما تيجي. طيب في السنتين دول هتقدر تصرف وتعيش لو على نفسك بس، لكن لو عندك أسرة أو أنت من الناس اللي بتسأل أول ما أسافر هحوش كام، فأنت مش هتقدر تعادل شهادتك وهتشتغل أي حاجة. طيب الموضوع بيبدأ إزاي؟ بيبدأ طبعا أول حاجة عشان تقول هعادل شهادتي يكون معاك شهادة معتمدة، ودي بتعرفها من موقع. بالنسبة لألمانيا مثلا كنت عملت عنه فيديو قبل كده، موقع اعتماد الشهادات. وبعد كده لما بتطلع بتعادل الشهادة، وطبعا لازم لغة عشان تدرس وتعادل الشهادة وعشان تشتغل. طيب المهم والأهم، أنت عايز تعادل الشهادة ليه؟ يعني في ناس هدفها من معادلة الشهادة إن هو الشهادة اللي هو واخدها في مجال هو بيحبه وما يقدرش يشتغل غيره، ففي الحالة دي عادل الشهادة. لكن لو فكرة وضع اجتماعي انك انت مفكر انك لما هتيجي بشهادتك ايا كان هي مش عايز اسميها في اوروبا وتشتغل بيها احسن من انك تشتغل عامل او تشتغل بصنعة، احب اقول لك الموضوع مش كده. وبما انك مثلا مش طبيب فالحلاج هنا احسن منك، ودي مش مبالغة ولا حاجة تزعلك، هو الحلاج فعلا احسن منك، وبالحسابات اللي في دماغك هو هيعيش احسن منك وهيحوش اكتر منك واجتماعيا احسن منك بكثير. طيب مين اللي يعادل شهادته؟ اللي هو عنده استعداد زي ما قلنا يتعب السنتين دول وبعد كده يشتغل. لكن واحد يدخل يسأل اعمل ايه عشان اعادل الشهادة، فاقول له هتعمل واحد اتنين تلاتة، فيبعت لي دموع كده يقول لي طب ليه وانا درست كل ده عشان اجي اعادل؟ ما هو ما انت مش هتشتغل بالدروس اللي كنا بناخدها بتاعت حشائش السافانا والكلام ده، فاهم؟ يعني انت لو التعليم متقارب فانت لازم تعادل الشهادة عشان المنظومة اللي هتشتغل فيها، ولازم اللغة. لكن انت معكش لغة وشهادتك من الاخر انا وانت عارفين هي تعمل ايه لو انت مش طبيب، يعني مش الشهادات العادية اللي احنا عارفينها، فما يبقاش هي دي مؤهلاتك. وبالمرة انا مش بنظر عليك، ما مؤهلاتك دي هي مؤهلات ومؤهلات اي شاب، بس ما يبقاش دي مؤهلاتك ومفكر انك هتيجي تقعد على مكتب، فاهم الفكرة؟ والمفاجأة انك لو هتيجي تقعد على مكتب او هتشتغل بايدك مفيش فارق. الامراض النفسية بتاعت انه لا البس بدلة احسن ما البس عفريتة شغل والكلام ده عندنا بس في الوطن العربي. هنا مفيش الكلام ده. في مستويات وفي طبقات وفي وظائف اريح ووظائف افضل، بس مش بالمنطق اللي انت فاهمه. وانت بشهادتك الحالية على العينات اللي بتسألني يعني ما تستحقش افضل شيء. فعشان توصل لافضل شيء لازم تتعب، ومبدئيا عشان تشتغل في اي بلد لازم يكون معاك اللغة اللي تشتغل بيها، ودي في الاغلب بيكون ليفل اعلى من الليفل اللي انت تدرس فيه. بمعنى يعني انت ممكن تدرس بليفل معين بس عشان تشتغل لازم تشتغل بليفل اعلى منه. فلو انت مستعد تعمل كده هتعادل شهادتك، مش مستعد تعمل كده بلاش تبعت لي الايموجي بتاع الدموع والشغل